الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا لها من ساعة لا تشبهها ساعة يندم فيها أهل التقى، فكيف بأهل الإضاعة يجتمع فيها مع شدة الموت حسرة الفوت. إن أمرا وهو الدنيا يكون الموت آخره، حقيق بأن يزداد الإنسان في أوله، وإن أمرا وهو الآخرة يكون الموت أوله، حقيق بأن يخاف الإنسان من آخره. ومن لم يتعظ بالموت ولا بالقرآن فلو تناطعت الجبال ما بين يديه ما اتعظ. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه كرب الموت جعلت فاطمة تقول: وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه من جنة الفردوس ماواه. فلما دفن قالت: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قال أبو سعيد الخدري: فما إن دفناه حتى أنكرنا قلوبنا، وما عظمت يوم الرزية هالك مصيبة يوم مات فيه محمد. وأبو بكر الصديق لما تغشاه الموت جعلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تتمثل بيت من الشعر وتقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حجرجت يوما وضاق بها الصدر، فقال لها: لا يا ابنتاه ولكن قولي فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قالوا لأبي بكر: ناتي لك بطبيب. قال: قد رآني الطبيب. قالوا: فماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. وفاروق الإسلام قال لابنه ابن عمر: ضع خدي على التراب عساه يرحمني. اللهم يا من لا يزول ملكه اغفر اليوم لمن زال ملكه. وبلال لما جاءه الموت قال: وفرحاه وطرباه اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ومعاذ بن جبل مقدام العلماء لما جاءه الموت قال: اخنق خنقك فوعزتك إني أحبك. حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. ثم قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، وإنما لظمأ الهواجر
ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. اللهم إنا نشهدك إنا نعلم عن أخينا وأنت به أعلم أنه كان يحب حلق الذكر وكان يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة وكان يجوب المحافظات ما دلوش أسبوع في بيته. كنت ثنا ومثل عن الأخ هيثم قالوا ده في سوهاج قاعد أديله 4 أيام أو 5 أيام في سوهاج يصحح للإخوة ما فسد من عقائد الناس. أقسم بالله على هذا. وكان ناوي بعد أسبوع أو بعد 10 أيام إنه ينتقل إلى القاهرة يوقف الأنفاس على تصحيح الدعوة إلى الله عز وجل في القاهرة. لقاؤك لا يرجى وأنت قريب يا حبيبنا الشيخ هيثم، وإحنا معاك وإحنا في التربة أوتي. تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب، وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. يا إخوتاه انظروا إلى مصرع أخيكم ذاهب في سبيل الله عز وجل، خارج من بيتي في سبيل الله عز وجل، والولد مجبنة مبخلة. ترك ابنتي، الكبيرة منة الرحمن سنة 3 سنوات والصغيرة يمنى رضيعة. أقول لكم يا إخوتاه إن شاء الله تقول منة الرحمن ويمنى وفرحاه وطرباه لقي أبينا الخير، ولكن اتقوا الله عز وجل في ابنتيه. كل منا ساد مع دمعات ثم يذهب إلى أهله يأكل ويشرب. يعني بنات أخوكم مش محتاجين حاجة، مش محتاجين لحد، بس مجرد السؤال عنهن يكفي. اتقوا الله عز وجل إن الله لا يضيع أهله، وإن شاء الله لن يضيع المولى عز وجل هيثم في ابنتيه. فاتقوا الله عز وجل في الدعوة التي خلفها من ورائه. اثبتوا على ما ثبت عليه هذا الرجل الصالح، هذا الشاب الذي أفنى شبابه فيما نعلم والله به أعلم في طاعة الله عز وجل. يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. اللهم جاف الأرض عن جنبي، اللهم وسع نزله واكرم مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد. اللهم اسكنه مع نبيك صلى الله عليه وسلم في أعالي الفردوس، ارزقه جوار النبي في أعالي الفردوس، ارزقه جوار النبي في أعالي الفردوس. متعوا بالنظر إلى وجهك الكريم، متعوا بالنظر إلى وجهك الكريم، متعوا بالنظر إلى وجهك الكريم. اغفر له ذنبه كله، دقه وجله، كبيره وصغيره. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحم شبابه، اللهم ارحم شبابه. آنس غربتنا وغربته، آنس غربتنا وغربته، آنس غربتنا وغربته. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. كلام الدنيا كله والله لا يكفي لرساء أخينا نحتسبه عند الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا ابنتيه، اتقوا الله عز وجل ولا تنسوا ابنتيه، لا تنسوا ابنتيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكر الله سعيكم جميعا وجعل هذه الخطى في موازين حسناتكم يوم تلقونه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذا يوم الوفاء لابني وأخي وحبيبي هيثم عليه رحمة الله. يعلم الله أنني أحبه أكثر من أبنائي. لما لا؟ هو الشاب الخلوق الحي المهذب المؤدب الذي كان رمزا للشعور بالمسؤولية والعمل لنصرة الدين
على صغر سنه جاب البلاد طولها وعرضها، والذي نفسي بيده ما كلف في يوم من الأيام وتراجع أو اعتذر، بل كان يبادر ويضحي، وأنتم تعرفون أحواله أكثر مني. نعم أتشرف أنني شيخه، ولكن الذي لا تعرفونه إنه هو شيخي. كنت أرجع إليه في المسائل الكبار وأكلفه بالبحث والتنقيب فيها، فكان خير معين لنا جميعا في دعوتنا على صغر سنه. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل الغرس الذي غرسه في موازين حسناته. سيروا على دربه واعملوا بعمله ولا تنسوه من صالح دعواتكم. نعم أنا أطمئن فضيلة الشيخ سيد وجميع المشايخ الذين تكبدوا مشاقة السفر وحضروا لتشييعه، اطمئنوا على بناته وعلى أهله، فهذا عندنا والله أغلى من أهلنا. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم شفعنا فيه يا رب العالمين. أحبتي، وصية أخيرة أوصيكم بها ونفسي. نحن نعلم أن الجزاء من جنس العمل، ومن شفع شفاعة حسنة سيكون له كفل منها، فاستشعروا هذه اللحظات وهو في أمس الحاجة لدعوة منكم خالصة. فمن أخلص الآن سيقيض له حينما يكون في مكانه من يدعو له بإخلاص. أخلصوا لأخينا ولحبيبنا في الدعوات بالتثبيت، وأن يكون هذا القبر روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. جزاكم الله خيرا جميعا وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عايز يوفي للشيخ هيثم يا اخوه يوفي لهذه الدعوه. اللي عايز يوفي للشيخ هيثم يوفي لهذه الدعوه. اللي عايز يوفي للشيخ هيثم يوفي لهذه الدعوه. التفوا حول اخوانكم وحول دعواتكم وحول مشايخكم. اذا اردتم ان تسعدوا اخاكم في قبره فالتفوا حول دعواتكم وحول شيوخكم وكونوا أفياء لها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.